مين فينا ما يعرفش حنان ترك، البنت اللي كانت زي الفراشة على الشاشة بخفة دمها ورقتها اللي قدرت تاخد مكانة خاصة في قلوب الناس. النهاردة عيد ميلادها، ودي فرصة نحكي عن مشوارها من أول ما كانت بنت صغيرة. والدها كان عنده مصنع ملابس وعندها أخين حسين وحسام، لحد ما بقت نجمة الكل بيتكلم عنها. وبعدين خدت القرار اللي قلب الدنيا، الحجاب والاعتزال. حنان بدأت حياتها الفنية بطريقة يمكن ناس كتير ما تعرفهاش. كانت راقصة باليه، والله، بس ربنا كان كاتب ليها حاجة تانية خالص، ولقاها المخرج خيري بشارة بالصدفة وقال البنت دي لازم تمثل. وبالفعل اداها دور في فيلم رغبة متوحشة سنة 1993، ومن هنا الدنيا فتحت لها أبواب الشهرة على مصراعيها، والناس بقت تقول عليها فراشة الشاشة. لكن المحطة اللي فعلا غيرت مجرى حياتها الفنية كانت لما يوسف شاهين عرفها عن طريق خالد النبوي، واتصل بيها فجأة وقال لها عايزك في مكتبي حالا. راحت له، لقت سيناريو فيلم المهاجر قدامها، وده كان نقلة تانية خالص في مشوارها الفني. ومن بعدها الأدوار المهمة بدأت تنهال عليها لحد ما بقت من أهم نجمات السينما والدراما. بعيداً عن الفن، حياتها العاطفية كانت مليانة تقلبات، 5 زيجات وكل واحدة كان ليها قصة، بس أولها كان الأغرب، أيمن السويدي، رجل الأعمال الشهير. اتجوزها وبعد شهر واحد بس انفصلوا، وبعدها على طول دخل في قصة زواج تانية مع المطربة ذكرى، واللي للأسف نهايتها كانت مأساوية. بعده حنان اتجوزت خالد خطاب، والزيجة دي استمرت شوية وخلفت منه ولدين، بس المشاكل كانت كتير وانتهت بالطلاق. تالت مرة كانت من المخرج هادي الباجوري، بس برضو ما حصلش نصيب. بعده اتجوزت رجل أعمال سعودي وخلفت منه ابنها محمد، وبرضو العلاقة ما نجحتش. أما الزيجة الأخيرة فكانت من محمود مالك، واللي معاه قررت تاخد أكبر خطوة في حياتها، الاعتزال. طب ليه حنان خدت قرار الحجاب والاعتزال؟ ناس كتير ربطوا قرارها ده بالداعية عمرو خالد، لكن الحقيقة إن اللي أثر فيها كان مصطفى حسني لما حضرت له ندوة عن الأمانة في الإسلام. الكلام دخل قلبها بطريقة غريبة وخلاها تفكر في حياتها كلها، وبعدها قررت إنها لازم تبدأ صفحة جديدة، تلبس الحجاب وتسيب الأضواء وتكرس حياتها لأسرتها وأولادها. قرارها كان صادم للناس كتير، جمهورها، المنتجين، حتى زملائها في الوسط الفني، لكنها كانت مقتنعة جدا، ورغم مرور السنين فضلت ثابتة عليه، وبتعيش دلوقتي حياة هادية بعيد عن الأضواء. من راقصة باليه لممثلة مشهورة لنجمة تتربع على عرش السينما لزوجة وأم قررت إن عيلتها أهم من أي شهرة. حنان ترك رحلة فريدة من نوعها، بتثبت إن الحياة اختيارات، وإن كل واحد له طريقه اللي بيمشيه حسب قناعته.